أهلا بكم. حلقة النهاردة هنتكلم فيها عن الحبكة الفرعية. إيه هي الحبكة الفرعية؟ هي قصة صغيرة جوه القصة الكبيرة، هي الشخصيات الثانوية اللي أنا بقابلها عشان توصلني للمحطة الأخيرة أو الحبكة النهائية اللي هقدر أحل فيها اللغز. وزي ما قلنا الحلقة اللي فاتت عن الحبكة الرئيسية في صمت الحملان، هنتكلم عن بعض الحبكات الفرعية اللي كلها بتوصل في النهاية لحل اللغز. فلو هنتكلم على سبيل المثال عن حبكة فرعية في صمت الحملان، هنقول مثلا هي مقابلة كلاريس لهانيبال، وازاي الاتنين لعبوا مع بعض مايند جيم كبير عشان كل واحد فيهم ياخد اللي هو عايزه. دي حبكة وصلت كلاريس ان هي توصل للنقطة النهائية في مطاردتها لبافالو بيل، بعد ما قدرت تاخد من هانيبال معلومة مهمة توصلها لبداية الخيط مين بافالو، مين الشخصية اللي هي بتدور عليها. وهو كذلك قدر ياخد من كلاريس اللي هو عايزه، وانه يقدر يورطها مع الشخصية الحكومية اللي بنتها مخطوفة واللي ساعدته على الهروب من غير ما تعرف. ده بشكل عام الحبكة الفرعية. طيب الحبكة الفرعية دي حاجة أساسية دايما في أي عمل سواء روائي أو سينمائي. فدايما القصص الجانبية اللي موجودة في الرواية أو في الأفلام أو المسلسلات لازم تكون بتدعم أو بتخدم الهدف الأساسي من الرواية. يعني أنا مثلا ما ينفعش أعمل قصص مختلفة عن اللي البطل هيوصل له في النهاية، شخصيات ملهاش علاقة، بنقول عليها من الآخر جزر منعزلة. ما ينفعش أنا يبقى شخصيات الرواية بتاعتي كل واحد في عالم، كل واحد بيفكر في حاجة، كل واحد عنده هدف منفصل، وكل واحد في النهاية بيحل مشكلته مع نفسه. فالحبكة الفرعية هي الشيء اللي بيخدم العمل، هي الشيء اللي هيخدم قصتك في النهاية. الكاتب الشاطر هو اللي بيستخدم الحبكات الفرعية دي عشان يعمل بيها أحيانا ريليف، أو يخلي الشخصيات الثانوية أو الأساسية اللي موجودة معاه في الرواية ليهم حياة، ليهم أفكارهم بتتضارب مع بعض في بعض الأوقات. كل حبكة من دي أقدر أستخدم بيها أو أخدم بيها جونرا. يعني مثلا عندي في رواية الوردة السوداء الحبكات الفرعية عندي بتخدم أحيانا جونرا زي الرومانسية، بعمل بيها ريليف يهدي من وطأة أو شدة القتامة اللي في الأحداث أو الرعب القوتي المسيطر على الأجواء، أو أحيانا بضغط بيها على البطل أو على البيئة بالكامل، الشخصيات بالكامل، بحدث بيعمله شخصية من الشخصيات اللي عندها حبكة فرعية عشان يخلي الأحداث تنفجر وتتطور بشكل أسرع. فدايما فكر وانت بتكتب حبكة فرعية، أنا عايز أعمل إيه؟ أنا عايز أوصل بيها لإيه؟ هي هتفيد في النهاية الصورة الكاملة، البازل النهائي بعد ما بكونه حتة حتة كده هيبقى شكله متناغم، ولا هي نشاز في النص؟ لو هي نشاز ما تحطهاش أحسن. الحلقة الجاية هنتكلم فيها عن البلوت تويست أو التواء الحبكة. لو عجبك المحتوى تابعني واعمل لايك، ومستني آرائكم وأسئلتكم في الكومنتات. كان معاكم نادر سيف الدين، سلام.